السلام عليكم. حلاولو، عطيني درهم ديالي، عطيني درهم ديالي، درهم ديالي عطيه لي. اولا اكيد هذا المشهد هذا تهز المغرب به البارح، وتهزت بالخصوص المدينه ديال طنجة به البارح. الحدث اللي وقع من تاكسيستا، تاكسي خضر اللي هو في الاساس زرق، حنا كنقولوا له في الشمال في طنجة خضر، تاكسي زرق او خضر مع السيده. هاد السيده اللي تقدر تكون الام ديالك، تقدر تكون الزوجه ديالك، تقدر تكون الاخت ديالك. هذاك الحدث المقرف المقزز الذي يسيء للمدينه والقطاع سياره الاجره بصفه خاصه. مع العلم ان داك الشيء هذاك ولا داك الموقف هذاك اللي وقع كيتحمل فيه المسؤوليه الشخص غير هو. غادي نحاولوا ما امكن في هذا الفيديو هذا نتكلموا نعطيو الراي ديالنا بحكم اننا وليدات طنجة. وهذا الموضوع كيخصنا لان ماشي كيخص بوحدو ولا كيخص ديك السيده بوحديتها، وهذا الشيء هذا ولا كيتعاود بزاف. المهم كيف ما كتشوفوا في المشاهد وكيف ما شاف الجميع، السيده سمعناها كتعاود القصه، هي ما سمعناش احنا من الطرف الاخر، ولكن حنا كنحكموا من خلال الفيديو. السيده عطات للسيد 200 درهم على اساس باش يقطع على واحد المبلغ اللي هي مولفه كتجي به دائما. هو كان هز معاه شي ناس دوزهم الموطع اللي خصهم يوصلوا، عاد دوز السيده. يعني وقع واحد المشكل، الفرق ديال 2 دراهم 3 دراهم حتى ل 5 دراهم، وقع نقاش ما بين السيد والسيده. ربما تقدر تكون السيده استفزاتو، تقدر تكون سباتو، كيف ما كتقول هي بيدها اعترفت انها مدت يدها للصرف باش تدي حقها اللي كتقول هو هذاك حقها. تقدر تكون غلطت، غير هو حنا الحساب ديالنا والكلام ديالنا الموجه للتاكسي. شوف، رخصة الثقة او هذا القطاع ديال سيارة الاجرة، هذه الرخصة هذه كتعطى للناس اللي هما ثقة. شوف الاسم ديالها، رخصة الثقة. فاذا كانت هذه الرخصة غادي تعطى لمن هب ودب، اذا كانت هذه الرخصة غتبقى تعطى للكلوشاريس او المرضى النفسيين او المعقدين او اللي مريض بالسكر او اللي هبيل ولا اللي حماق او اللي سلقوط، فمن الاحسن هاد الشيء هذا خصو يتوقف. والجهات المختصه والسلطات خصها تاخذ القرارات اللازمه في هذا الشيء هذا، لان هذا الشيء هذا ماشي المره الاولى في طنجة بالخصوص. الا جيتي تسقسي اي واحد قاطن بالمدينه ديال طنجة، سواء كان طنجاوي او لا شي واحد مقيم بالمدينه ديال طنجة، اي شخص في مدينه ديال طنجة وكيستعمل سياره الاجره يوميا غادي يقول لك انا كنعاني وكنشوف هاد المشاكل يوميا. وماشي غير هاد المشاكل، في هادو بزاف ديال المشاكل، لا اسلوب ديال التواصل، لا طريقه ديال اللباس، لا تطبيق القانون، ما كيهزو شي المهم هاد الشيء هذا، المشكل هذا كبر وكبر بزاف. اذا من خلال هذا المنبر هذا انا كنوجه الرساله ديالي للسلطات المختصه والنقابات المختصه في هذا القطاع هذا. علاش ما تواكبوش العصر والتكنولوجيا ويتفك هذا المشكل نهائيا؟ علاش ما تخدموش بالتطبيقات اللي كتنظم وكتخلي مستعمل السياره كيحدد الثمن، والتاكسي كيوافق او لا الشيفور كيوافق على ديك الثمن اللي اتفقتوا عليه واللي كيتحدد مسبقا من خلال التطبيق، والكليان كيختار السياره اللي بغا ويختار الشيفور اللي بغا ويختار مراه ولا راجل. كاين مراه ما كتبغيش تمشي مع الراجل، كاين خصها شيفور يكون مراه. علاش هذا الشيء هذا ما تواكبوش العصر ويكون كل سياره اجره فيها كاميرا مراقبه، كاميرا تسجيل؟ من الواجب عليهم باش كنشدوا هذا الباب ديال هاد المناوشات الخاويه. يقدر يكون الكليان غلط ويقدر يكون التاكسي غلط، باش كنوضعوا حد لهاد المشاكل هادو. انا شخصيا كنفضل نتنقل بالتطبيقات. علاش؟ المعامله، حسن المعامله، وليدات مؤدبين مربين كيعرفوا يهضروا كيعملوا بالكليان هكذا.
الحديد هايدا كيعمل كيشعل، كيف ما كنشوفوا حنا التواكسيه ولاو هايدا، عفارو خارج من هنا، الدجاجه مشبره غير بسطونيادور، تبغي تهبط الدجاجه حتى يعطيك هو بياسه كتركبها باش تهبط الدجاجه. العكس اللي كنشوفوه في التطبيقات، الحديد اللوخو، الوليدات نقيين، النسيمه مزيونه في الطوموبيل. وهذا الشيء ماشي كنعمموه، كاين تواكسيه الطوبات السكر اصدقاء ديالنا كنعرفوهم، ولاد الناس، حريفيه كما تحمل الكلمه من معنى، حريفيه مأدبين وكيجيبوا لقمه العيش بالحلال. حنا ما كنعمموش، غير شنو النادر لا حكم له، وهذا النوع هذا ولا نادر. هاد الوليدات اللي هما مربين والدراري ولاد الناس اللي ولاو مربين، حنا عائلتنا كيخدموا في التاكسي، نسابنا كيخدموا في التاكسي، صحابنا كيخدموا في التاكسي، وليدات الله عمرها سلعه، ولكن ولاو الكلوش شاريس كيجيونا هذا المجال هذا بزاف. وحنا كيف ما عارفين، الناس كامله عارفه الخدمه ديال الليل، ولاو كيخدموا مع بنات السوق، ولاو حاشاك وسطاء ديال الدعاره، ولاو كيوصلوا الممنوعات. هادشي راه كاين وسول عليه اي واحد، والعداد منهم حصلوا وعداد منهم تحاكموا. دابا هادشي هذا خصو يتحل، ويتحل بالعقل. الدوله خصها تاخذ القرارات ديالها ويعملوا تطبيقات ويكون مراقبه. وانا مثلا غادي نصيفط المدام ديالي ولا بنتي انا في التاكسي ولا في وسيله ديال النقل من هادشي ديال التطبيقات، غنكون مسويفي المدام في مشى ومع من مشى ونعط السياره والوثائق كامله كيتعطاو لك، شكون والبيرمي ديالو والمسائل ديالو، كارت كريز ديال كلشي كيتعطى. كيف ما كاين في الدول الاوروبيه كاميرا في الطوموبيل كنشوف فهمتيني، والزر ديال السيكوريتي مثلا الا طلعت معايا شي شفار نتكي عليه بلا ما يرد الدبال لحمايه السائق، لحمايه. وهذا الشيء اللي كنعرف انا. اما هذه الحاله التي تسيء للمدينه، المدينه ديال طنجه اللي مقبله على كاس افريقيا، مقبله على كاس العالم، على لقاءات دوليه، المدينه كتكبر اقتصاديا، كتكبر، وخصنا نكبروا معها. الله يجازيكم بخير. ماشي ديك المنظر على درهم كتدخل السيده راه كتبقى مراه، راه تا واحد ما يعطيك الحق سي محمد، تا واحد ما غادي يعطيك الحق، واخا هي تكون سباتك، واخا هي تكون مدت يدها الاولى. انت كتبقى سائق اجره، عندك رخصه الثقه. دابا شنو وقع؟ الشوهه غادي تسحب منك الرخصه. حنا شوف نكونوا واقعيين، ساعه الغضب راه الله يحسن العون، الله يحسن العون. وانا من هذا المنبر هذا كنطالب ديك السيده انه ما يوصلونش اتفاق، لان حنا ما نبغيو لا الحبس ديك الراجل، ربما عنده وليداته، ربما عنده المسؤوليه ديالو، ساعته لله. الله يحسن العون. راه الخدمه ديال التاكسي ماشي سهله، يطلع معاك بنادم باسل، يطلع معاك بنادم ما كيعرفش يهضر، راه خص واحد الصبر ديال سيدنا ايوب. هادشي هذا انا عارفه. غير شنو في الاخير المتضرر الاول والاخير هو انتينا يا ايها السائق. ها انتينا وليتي كترغب وتزاوق. حاجه اخرى، وليتي كترغب وتزاوق وغيمشي لك بيرمي كونفيونس وغتمشي لك الخدمه، وغتضطر ان انت تفتش على خدمه، ربما عندك كريدي، ربما عندك وليدات، ربما عندك مسؤوليه، ربما كذا. في الاخر انت هو الخاسر في هذا الفيلم هذا. والسيده هي كتقول لك انا ما نسامحش، وانا كنوجه لها رساله انها تحاول ما امكن تصلي على النبي وتشوف الخلفيه اللي مور داك السيد هذاك. المنظر مقزز. انا بيدي الا طحت في ذاك الموقف هذاك، الوالده ديالي ولا مراتي ولا بنتي ولا كذا، صعيب راه داك الشيء هذاك يقدر يسبب لك توصلون ما لا يحمد عقباه. لان علاش؟ راه الانسان هذاك راه الشرف ديالك، راه الام، المراه ديالك، بنتك. تصور انت شي واحد من الابناء ديالها ولا الزوج ديالها كان دايز اولا كان كيتسناها وشافك كتدخل لها بديك الطريقه، راه تقدر تطيح الروح. السي محمد الله يجازيك بخير. مساله اخرى، السيده على ما كتقول وغنسمعوا هذا المقطع هذا بعجاله ونرجعوا. اللي كاينه حاجه لا وكيعيطوني الناس الطاكسيات. عرفتي نهار كامل التليفون ديالي ما سكتش. كاين تهديدات، كاين ولا وقع لي شي حاجه انا من العائله ديالو ولا صحاب الطاكسيات كاين تهديد. كيف ما سمعتوا ان السيده كيتوصل باتصالات هاتفيه كيهددوها، كتقول يا عائلته يا موالين التواكسيه اش دخلكم. وهذا الميساج هذا غادي نوجهوه للشيافر اللي كتعملوا فحال الجبح د النحل. ماشي غير في هذا الشيء هذا، حتى في المشاكل، حتى في الشارع العام ملي كيوقع شي فور، كيوقع له شي مشكل مع شي كليان، كتجمعوا فحال هذاك الشغل ديال العصابات.
البراكاج اللي كتقوموا به مع التطبيقات، مع الناس ديال التطبيق، هذا راه الشغل ديال العصابات. راه توصلوا لواحد المشكل كان قد هكذا غتزيدوا تكبروه باش شي فور يعيط للسيده يهدد يتنازل ينعملوا لك ينفعلوا لك. راه عيب. وهذا الشيء هذا انا وقع لي بيدي. ديجا كنت هضرت على واحد الزياده كانوا اتفقوا غادي يزيدوها التصعيره المبدئيه، وتوصلت بتهديدات، وصلوا لي اوديوات من الجروب ديال التواكسيه تفاهموا مع بعضيتهم على انهم يعملوا لي واحد الفخ ويتكرفسوا عليا. وكون ما كانت شي الحكمه وسمعنا الناس وتنازلنا على التخربيق هذاك وبقيت سابع في داك الشيء هذاك، راه وصلنا ما لا يحمد عقباه. علاش هذا الشيء هذا؟ الشغل ديال العيال. حنا في واحد الزمان راه تبارك الله ما شاء الله، راه 2024، راه حنا في واحد الزمان تطور وكذا، ومشى داك الوقت ديال التهديد والهراوه وانا غنضرب انا غنقطع انا كذا. راه دابا تبارك الله ما شاء الله الكاميرات فين ما مشيتي الامن ديالنا وصل لواحد المستوى عالي من في البلاصه يجبدوك فين ما كنتي. ودابا كلشي كيجبد التليفون، كلشي كيوثق في البلاصه يجبدوا يوثقوك. كيجيب لك لارا حتى واحد ما كيشوف، وتقدر تشي واحد من العماره من الشرجه يصورك. كاميرا تقدر تكون انستالي عند السيد هازه معاه وانت ما راتش البال. الله يجازيكم بخير. هادشي راه يسيء الى المدينه. انا اتحدث لا للمواطنين ولا هاد الناس ديال سيارات الاجره، القطاع ديال سيارات الاجره. الله يجازيكم بخير. ما تبقاوش واحد متاكي عنده لا كريمه متكي في الدار ديالو ياك وانت جالس كتحارب. هادشي خصو يتقنن، هادشي خصو هاد الشغل ديال لاكريمات، هادشي راه خصو يتوضع له الحد. لان هاد الريع هذا راه فات القياس ديالو يا خويا. عنده 17 20 18 15 30 60 تاكسي، والشيافر جالسين كيتقاتلوا باش يجيبوا اللقمه د العيش لوليداتهم، مع شي كيضرب في شي يا خويا متاكي مع راسو. ماشي هيدا. الله يجازيكم بخير، ونتمنى نكون توفقت في انني نوصل الرساله ديالي بالادب بالصواب. وعطيونا حتى نتوما الراي ديالكم في التعليقات، واش نتوما مع او ضد هذا الكلام اللي قلته وحلاوله.